يا جماعة، النهاردة جبتلكم وصفة الشيبسي الأصلية اللي هتخليكم تقولوا وداعاً لأي شيبسي من المحلات. ولا مواد حافظة ولا زيت مش مضمون، كله بيتي ونضيف وأطعم بكتير. جربوها وهتشكروني بعدين. بصوا بقى، هنجيب بطاطستين كبار، نقشرهم ونقطعهم شرائح متوسطة السمك، مش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش معانا في الزيت، ومش تخينة قوي عشان ما تطلعش معجنة. في حلة هنحط مية تسخن كويس لحد ما تبقى سخنة جدا، مش بتغلي، ونضيف لها معلقة صغيرة ملح وننزل فيها شرائح البطاطس ونسيبها دقيقتين بس. الحركة دي بتخلي الشيبسي يحافظ على لونه الذهبي ومش يشرب زيت كتير. بعد الدقيقتين نصفي البطاطس ونفردها على فوطة نظيفة أو مناديل مطبخ عشان تنشف كويس جدا. نسخن زيت غزير على نار متوسطة وننزل البطاطس فيه ونقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي جميل وتبقى مقرمشة. أهم حاجة النار تكون متوسطة مش عالية، عشان البطاطس تستوي من جوه من غير ما تتحرق من بره. أول ما نطلع البطاطس من الزيت وهي سخنة، نرش عليها رشة ملح وكمون وبابريكا أو أي بهارات بتحبيها، وقلبيها كويس عشان التوابل تمسك فيها. وكده عملنا شيبسي بيتي طعمه رهيب ومضمون 100%، وأحلى من الجاهز مليون مرة.